مساء الخير. الحرة تقدم السيدة رابية قادر، ناشطة إيغورية صينية مسلمة تطالب بمنح الحرية الدينية والحقوق الثقافية لعرقية الإيغور في مقاطعة شينجيانغ غرب الصين، وتوصف بأنها دالاي لاما الإيغور. من أقدر وأغنى نساء الأعمال في العالم، جمعت ثروة في أحد أفقر أقاليم الصين الدولة الشيوعية. نائب بمجلس مقاطعة شينجيانغ قبل أن تختار الحكومة المركزية ممثلة رسمية للصين في مؤتمر الأمم المتحدة العالمي للمرأة في بكين في العام 95. كما تم اختيارها أيضا عضوة باللجنة الاستشارية السياسية للشعب الصيني قبل اتهامها بتسريب أسرار الدولة لجهات أجنبية، وأن تسجن 5 سنوات، نفيت بعدها إلى الولايات المتحدة في العام 2005. السيدة قادر رئيس المؤتمر العالمي الإيغوري تصدرت وسائل الإعلام إثر الاضطرابات الدموية التي هزت إقليم شينجيانغ الغربي الصيني الذي تقطنه غالبية مسلمي الصين. نحاورها على خلفية الاضطرابات الأخيرة التي شهدها هذا الإقليم، الأسباب والحلول الممكنة لهذه الأزمة. أهلا بك على قناة الحرة. هل سيدة رابية التحرك الشعبي الإيغوري الذي يحصل في الإقليم هو مجرد رد فعل عادي على قتل مواطنين إيغوريين في أحد المصانع من قبل مواطنين آخرين من قوميات الهان، أم أن القضية هي أبعد من ذلك بكثير وأبعد من حادث عادي على الأقل؟ هناك أسباب أكثر من ذلك في تركستان الشرقية. نسمي بلادنا تركستان الشرقية، ولكن الصين غيرت اسمها إلى كشينجيانغ بعد احتلالها. لطالما كان شعب الأويغور مستقلا عن الصين، وقد أعلن شعب الأويغور الاستقلال مرتين في القرن الأخير. كانت أول مرة عام 1933 والثانية عام 1944، وقد احتلت الصين تركستان الشرقية عام 1949. بعد ذلك منحت الحكومة الصينية شعب اليوغور مبدئيا ما يسمى بإقليم كشينجيانغ يوغور المستقل، ووعدتنا بالحكم الذاتي، ووعدت باحترام لغتنا وديننا الإسلامي وثقافتنا الإسلامية، ووعدت بتنمية اقتصادنا بإدخال التقنيات الحديثة للمستوطنين الصينيين. عندما احتلت الصين بلادنا بمساعدة الاتحاد السوفيتي، كانت نسبة المستوطنين الصينيين في بلادنا 2% فقط، ولكن الآن هناك ملايين الصينيين الذين تدفقوا إلى بلادنا. لا نتمتع اليوم بأي شكل من أشكال الحكم الذاتي، ولا نستطيع حتى أن نتخذ أبسط القرارات بشأن مصلحتنا. فخلال 60 عام الماضية مثلا من الحكم الصيني، لم يتمتع شعب اليوغور المسلم بيوم سلام واحد. عانت كل العائلات اليوغورية الكثير، وهناك شخص معتقل بشكل أو بآخر من كل عائلة بتهم مختلفة. تكون التهم أحيانا التطرف الديني، وأحيانا النزعة الانفصالية، وفي أحيان أخرى الإرهاب. تختلف التهم باختلاف الوضع والزمان. وبعد شن الحرب العالمية على الإرهاب، بدأت السلطات الصينية باضطهاد الشعب اليوغور باعتبارهم إرهابيين لأنهم يعتنقون الإسلام ببساطة. وقبل هذه الحقبة كانت النزعة الانفصالية تستخدم مبررا لاضطهاد شعب اليوغور، وبالتالي تعد الاضطرابات الأخيرة نتيجة لعدوان الصين الذي دام 60 عاما على ديننا، وملاحقتها لشعب اليوغور، ونقضها لوعودها التي قطعتها لنا، ومحاولاتها لإبادة المسلمين اليوغور والقضاء على هذا الشعب. كان المسلمون اليوغور يعانون مما لا يحتمل، ولهذا عندما وقع القتل في مصنع غواندونغ للألعاب انطلقوا إلى الشوارع احتجاجا على الظلم. دعني سوف أدخل سيدة قدير بمعظم التفاصيل التي ذكرت، إنما هل أفهم من الإجابة التي حصلت عليها أن ما يجري الآن في هذا الإقليم يمكن أن نصفه بالانتفاضة، أم أن الكلام عن انتفاضة قد يعتبر مبالغة؟ ماذا تصفين الأحداث الجارية الآن؟
لا، لم يرفع شعبنا الأعلام الوطنية الصينية من قبل، لأننا كنا نعيش في بلاد مستقلة في الماضي، وكذلك لأن بلادنا محتلة. ولكن هذه المرة حمل شعب اليوغور أطفالهم وأولادهم حاملين الأعلام الصينية للمطالبة سلميا بحقوقهم وحريتهم الدينية. لهذا فإن هذا الاحتجاج ليس شغبا أو ثورة، إنه احتجاج سلمي. ولكن الحكومة الصينية استخدمت قوات الشرطة ونشرت أيضا الجيش الدائم لقمع المتظاهرين. طب سيدة، لو كان الوضع ليس بهذه الخطورة، ما كان الرئيس الصيني يقطع زيارة إلى إيطاليا ويحضر قمة الدول الصناعية الثمانية الكبرى ويعود لمعالجة الأوضاع في بلاده؟ يعني هذا ما يدل على أن الأوضاع قد تكون خارجة عن السيطرة أو أنها خطيرة جدا. نعم، لقد عاد. ظننت أنه عاد إلى بكين من إيطاليا لمعاقبة المسؤولين الذين أمروا بهذا القمع الوحشي لهذه المظاهرة السلمية، ولكنه قال إنه يجب معاقبة المتظاهرين بشدة، لأن المظاهرة انطلقت بتحريض مني، ربيعة قدير، وإرهابيين آخرين. سيدة ربيع، هل برأيك، يعني البعض يقول أن هذه التجربة ما يجري في الإقليم هو تقليد لتجربة التيبتيين الصينيين، وهذه التجربة الغير مشجعة إلى حد ما، لماذا مصير انتفاضة الشعب الإيغور سيكون حظها أفضل من انتفاضة سكان التيبت أو التيبتيين؟ نحن نعاني أكثر منهم، ومن يقتل منا أكثر ممن يقتل منهم. يختفي كثير من أفراد شعب اليوغور لمقاومتهم للحكم القاسي ببساطة. يتم اضطهادنا أكثر منهم. على سبيل المثال، تأخذ الحكومة الصينية بناتنا بين سن 14 و25 قهرا، وترسل المئات والآلاف منهن إلى أجزاء أخرى من الصين ليعملن بأجور منخفضة. هذا يتعارض مع تقاليدنا الدينية وقيمنا الأخلاقية وديننا. نحن نعاني أكثر بالتأكيد لأننا لم نتمكن من تعريف العالم بمشكلتنا. سيد قدير، قبل أن أتوقف في استراحة قصيرة، هل تتوقعين تفجر مشكلة القوميات في الصين، سواء القوميات الدينية أو القوميات الإثنية؟ هل هي هذه المشكلة في إقليم شينجيانغ هي مشكلة أكبر، أو قد يتبعها مشاكل أكبر مع الإيغور أو مع أقليات إثنية أو دينية أخرى؟ يحدث هذا منذ زمن بعيد. ففي الأعوام الستين الأخيرة سجنت الحكومة الصينية أفراد شعب اليوغور بسبب إيمانهم بالله، وحاولت أن تمحو لغتنا وتدمر تنميتنا الاقتصادية، وسجنت آلاف اليوغور لاحتجاجهم على مثل هذه السياسات. فقد قال كبير القضاة الصيني في مؤتمر قضائي عقد في يناير عام 2007 إنه تم اعتقال أكثر من 15 ألف من اليوغور الإرهابيين بتهم إرهاب ونزعة انفصالية. هل يمكنك أن تتصور وجود أكثر من 15 ألف إرهابي في تركستان الشرقية؟ كان الأسلوب الذي اتبعته الحكومة الصينية في معالجة مشكلتنا هو القمع بقبضة من حديد في الأعوام الستين الأخيرة، وأصبح هذا القمع أكثر قسوة بعد أن بدأت الحرب العالمية على الإرهاب. تم إعدام آلاف من اليوغور المسلمين بسرعة، ولم يستطع هؤلاء أن يدافعوا عن أنفسهم بمساعدة المحامين ضد الاتهامات الموجهة إليهم. وكذلك قامت الحكومة الصينية باعتقال كل الباحثين اليوغوريين الذين كانوا يدرسون الإسلام في مصر والسعودية وباكستان بتهمة النزعة الانفصالية. وبهذا يتم استخدام هذه الأزمة لمهاجمة هويتنا الدينية وأسلوب حياتنا وديننا، ويصل هذا إلى مستوى الإبادة الجماعية الثقافية. فقد دمرت الصين مثلا إحدى أقدم مدارسنا الدينية في كاشغار، وقد كان عمرها يزيد على 1000 عام. أعزائي المشاهدين، سوف نتوقف في استراحة أولى، نعود بعدها إلى السيدة ربيعة قدير، وسوف نتحدث إذا ما كانت أحداث إقليم شينجيانغ لها علاقة بتمدد ونمو حركات الإسلام السياسي في العالم، فابقوا معنا. أعزائي المشاهدين، نعود إلى الحرة تقدم مع السيدة ربيعة قدير، أو تلفظ في العربية السيدة ربيعة قدير.
وقبل أن ندخل في تفاصيل